الزينات، صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. سامحوني غبت عليكم. مرضت واحد المرضى، الحمد لله اللي خرجت منها بخير. الله يشافي جميع مؤمن. بداني الحال السمانه الاخرى تاع رمضان، على بها ما حطيت لكمش لي فيديو. اليوم جبت لكم حاجه حلوه ان شاء الله يا ربي يحل اياماتكم. راني رايحه ندير لكم كيكه بذوق الشوكولا في المول العجيب. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. شوفوا معايا المكونات وطريقه التحضير. نحتاج 2 حبات بيض، نص كاس سكر، نص كاس زيت، كاس حليب، مغرفه كبيره كاكاو، مغرفه صغيره لافاني، كيس تاع خميره كيميائيه، وكاس وربع فرينه. خديت ان ريسيبيون، راني رايحه نخلط البيض مع السكر ولافاني. راني رايحه نستعمل غير الفوي، يعني ماشي شرط تستعملوا الباتور. نخلط المكونات مع بعض حتى يتجانسوا. كي تشوفوا السكر داب، زيدوا نص كاس تاع الزيت تدريجيا وتقعدوا غير تخلطوا. موراه نزيد كاس تاع الحليب، وانا كنت البنات ذوبت كميه تاع الشوكولا في الكاسرونه. نزيدها في الخليط ونخلط كامل المكونات مع بعض. بالنسبه للكاكاو انا استعملت نوعيه مليحه، واستعملت اللي اللون ديالو فاتح، ماشي هذاك اللي يجي غامق. والافان نزيد كاس وربع فرينه مع كيس تاع خميره كيميائيه ونخلطهم مع بعض. هاوليك الخليط تاع الكيكه بعد ما وجدت. راني رايحه نديرو في المول اللي كنت دهنته بلا مارغرين ورشيت عليه الفرينه. ندخلو للفوغ اللي كنت سخنته من قبل على درجه 180. كي يطيب لكم طفيو عليه. بالنسبه للكريمه اللي حنديرها في الوسط، نحتاج مغرفه كبيره تاع المايزينا، كميه تاع الشوكولا، نستعمل شوكولا بالحليب، وكاس حليب. في كاسرونه راني رايحه ندير جميع المكونات. وبالنسبه للشوكولا كنت فتتها بالموس باش تذوب لي فاسيلمون. ندير الكاسرونه ديالي فوق النار، نقعد غير نحرك بالفوي حتى نتحصلوا على كريمه. هاي ليك الكيكه بعد ما طابت. راني رايحه نشمخها كامل بالحليب. كإضافة للكيكة زدت لها شرائح تاع البنان، وحنزيد فوق كراميل طوفيا اللي ماشي متوفر عندها تقدر تخدم الطوفيا في الدار. راح نزيد الكريمه من الفوق كما راكم تشوفوا مازالها سخونه. ندخل الكيكه ديالي للفريجيدير باش تشد روحها. وهاي ليك في شكلها النهائي. زينتها في الجوانب بنوات كوكو، وكانوا عندي حبيبات تاع الفيريرو زينتهم. نتوما خلوها تبرد باش هذيك الكريمه تشد روحها. انايا في حاجه حلوه، مولا بيتي يتقلق يحب ديريكتومون يذوقها. هنا راني رايحه نقسمها. شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا ربي يكون خفيفه على قلوبكم. نتمنى تجربوها، تجيب بنينه. واللي يحبها مشمخه بزاف يزيد لها الحليب. وخلوها تبرد كما قلت لكم باش هذيك الكريمه اللي جايه في الوسط تجيكم شاده روحها. ان شاء الله تجربوا هذا الفيديو، هذه الوصفه بلوتو، وتعجبكم. صراحه بنينه بنينه بنينه، وشتوا مقادير مضبوطه. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم ومع السلامه.